السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بط بالبرتقال. طبعا ناس كتير بتعرف تعمله بس هي الطرق بتختلف. طبعا انا معايا بط هنا في حدود 3 كيلو ونص، منضفينها كويس من جوه ومن بره ومشرحين الصدر كده زي ما انتوا شايفين. ماشي، دي هنعملها تتبيله معينه. ومعانا بطاطس وكوسه والبرتقال طبعا اساس الوصفه، وجزر. ده الخضار اللي احنا هنحطه تحت البطه وهنحشي بيه البطه. وتعالى نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي هنعمل جهزت الصينيه اهيت عشان نبقى نعمل فيها البط. غلفتها بالورق الفويل، ومعايا ميه بصل وبرتقال معصور. طبعا دي متصفيه ودي متصفيه، ودوت التفل بتاع البرتقال والبصل طبعا مش هنرميه. ومعايا شرايح برتقال، ومعايا الخضار، معايا بصل وكوسة وجزر وبطاطس، ومعايا برتقال مقطعينه بالشكل دوت. ما تخافيش القشر مش هيمرر فيه ومش هيعمل حاجة يعني. هنحط على معايا طماطم، ضربين طماطم برضه. هنحط الطماطم كده، وهنحط عليها تفل البصل والبرتقال. ونحط عليها ملح. ده بالنسبة ايه للخضار. نحط كده بتاع معلقتين ملح او معلقتين ونص، شوية حبهان، ورشة من السبع بهارات تدي الاكل طعم حلو، ورشة قرفة. يبقى دي الحاجات بس اللي احنا هنحطها ايه معانا في الخضار. وهنقلب كل ده مع بعضه. هقلبه وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه قلبناه بحاجه كبيره وحطينا عليه نص معلقه فلفل اسود بردك. وهنيجي هنا للمحلول دوت. هناخد شويه ميه بصل على شويه برتقال، ونحط لهم شويه ملح، اهم حاجه تصفيها كويس من التفل بتاع البصل والبرتقال. كده معانا محلول جاهز ومعانا سرنجه. هنجيب هنا الصينيه وننزل عليها حبه من الخضار. طبعا الخضار ده كميه براحتك زي ما انت عايزه. نسوي كده. وهنا هنحط البطه كده، نجيب السرنجه. طبعا البطايه انت بتعمليها بالنظام دوت قبلها بيوم قبل ما تحتاجيها، مش بتعمليها في نفس اليوم عشان تاخد من التتبيله ويبقى طعمها حلو.
بصوا ما تعملي كده السرنجة ماشية بمنتهى السهولة. طبعا المحلول دوت بيدي لحم البط طعم حلو وما تبقاش زفرة معاكي. هخلص بقية البطايه وارجع لكم. كده يا جماعه بعد ما حققنا البطايه بالبرتقال والبصل، ماشي هنلفها كده عشان نحط بقيه الخلطه. هنحشي البطايه من جوه بنفس الخضار برضه. واتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. كده طبعا انا شايله منضفاها، شايله الكلام كله من تحت دوت، فعشان ما يعملش زفره في البطه. وهنحط بقيه الخضار في الجنب كده. طبعا الوصفه دي حلوه لو عندك عزومه ولا حاجه، طبعا رمضان داخل علينا. تقعد بقى تبات في التتبيله في التلاجة وتطلعي تحطيها في الفرن وتقدميها ان شاء الله. هنسوي بقى الخضار ده كده. نجيب البرتقال اللي احنا قطعناه شرايح، هنحطه في صدر الفرخه كده. طبعا ده هيديها طعم حلو، ان البط بيحب البرتقال يعني. ايوه هندخلها الفرن على درجه حراره 180 او 200 ونغطيها بورق فويل. طبعا احنا حاطين طبقتين ورق فويل عشان تبقى تقيله وتكتم الحراره وتستوي كويس. طبعا انت بقى ممكن تعملي جنبها عشان الخضار ده شويه رز كده وسلطه. ممكن تعملي محشي بانواعه او نوع محشي معين، ورق عنب، كرنب، اي حاجه انت عايزاها. هي بتبقى كده وهندخلها التلاجة وتسويها تاني يوم. طبعا هي كل ما تقعد في التتبيله بتبقى احلى، بس احنا هنسويها تاني يوم. وهو يا جماعه بعد ما طلعناها من التلاجة، بعد ما قعدت ليله في التلاجة، هنحطها في الفرن على درجه حراره 200 لمده كده بتاع ساعتين ولا حاجه عقبال ما تستوي. طبعا هي في الفرن احنا هنشوفها، نرفع الغطا كده ونشوفها استوت ولا لا. هي بنحطها على الرف اللي في النص ونشوفها بعد ما تستوي. يا جماعه بعد ما طلعناها من الفرن هنرفع ورق الفويل كده نشوفها استوت ولا لا. الصينيه سخنه، نخلي بالك عشان ما تتلسعيش. وكده احنا حطينا بقالها ساعتين. ماشي
لا هي لسه ما استوتش، بس احنا هنرفع الغطا من عليها. مش هنحطها في الفرن تاني واوريها لكم. اهيت بعد ما طلعناها من الفرن اهيت. طبعا بتدخلي السكينه فيها كده عشان تعرفي لها استوت ولا لا. هي طبعا هي كده استوت والورك بتاعها استوى بردك اهيت. هنحطها في السرفيس واوريها لكم. اهيت يا جماعه بعد ما خرجت من الفرن. هنحط السكينه كده عشان نشوفها استوت ولا لا. هي السكينه بتخش مرتاحه في الصدر بتاعها وفي الورك اهوت. هنحطها بقى في السرفيس بتاعها واوريها. هو يا جماعه بعد ما خلصنا وعملنا جنب البطه ملوخيه، وده الخضار اللي كان معاها ورز بالشعريه. ويا ريت تكون الطريقه عجبتكم النهارده، وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.